العملية التسجيل والاستعداد لها، ثم أكتوبر أو نوفمبر انتخابات مجلس الشعب وشورى. بعدها نتحدث عن حوالي 6 أشهر بناء على هذا للجنة تأسيسية ولوضع دستور ثم الاستفتاء عليه. يعني نتحدث عن حوالي سنة و3 شهور من الآن بناء على هذا الجدول اللي يفترض مجرد أن يبدأ انتخابات مجلس الشعب لنتحدث عن رئاسة بعدها. يعني المسألة ليست بعيدة، يعني لا فيها سنة. لا فيها سنة. ليه؟ لأنه حضرتك انت قضيت 2 يا دوب في السجن. يعني انا قضي 2 في الانتظار. انت طلعت بعد ثورة 25 يناير ولا كنت خامس يوم. خامس يوم. يعني حين حدثت كنت داخل يوم السبت. السبت. كيف كنت بتتابع هذه ال5 أيام الحاسمة او الاولى في 25 يناير وانت في السجن؟ والله طبعا انا كنت بعد سلسله من التهديد بالاضراب عن الطعام كسبت حقوق كثيره. يعني الجرايد كانت بتجيلي بانتظام بما فيها جرايد المستقله اللي كانت ممنوعه، لان المعارضه طبعا ما كنتش بجيبها، لان المستقله كانت هي احسن من المعارضه. وكان الاذاعه والتلفزيون كانوا يعني متوفرين دايما، ما كانش فيهم مشكله. وبالتالي والزيارات كانت اكتر شويه، كانت كل اسبوع، وكنت بعمل علاج طبيعي 2 مرات في الاسبوع، فكنت عندي فرصه اتصال بالخارج 3 مرات في الاسبوع. فكنت متابع جيد للايام الاولى، ومن خلال الاذاعه تاكدت ان النظام سيسقط في يوم 25 مساء، لاني سمعت الاذاعات الاجنبيه، فتاكدت المظاهرات عن طريق الخطا في واحد مراسل قال الاف. كانت كل الاذاعات الاجنبيه بتستخدم مئات. نعم. لكن استخدموا مره مراسل قال او متحدث لمراسل قال الاف، فعرفت ان الموضوع كبير وحسيت ان النظام سينتهي. فلما جت الجرايد تاني يوم تاكدت ان الثوره دي هي علامه النهايه. والسجن كان بسبب كما ذكرنا انك قبض عليك وانت عائد من غزه عن طريق انفاق بانتهاك لبلدك وسيادته وقوانينه وغيره. تسلل. بس هو ما قبضتش عليا بمعنى ان انا كنت راجع متسلل. انا رجعت بالطريق العادي كنوع من الاحتجاج. انا رحت غزه لان مضطر ان انا اتسلل. لكن في العوده وانت عدت من المعبر عادي. فقالوا لي انت مش داخل عندنا، مش موجود اسمك على الكمبيوتر وانت داخل. قلت له خلاص خد اجراءاتك. قال لي هات الباسبور. قلت له معيش باسبورات، معيش غير رخصه العربيه. قال لي دي اختم لك فيها فين؟ ده بتاع الجوازات. قلت له بقى شوف اتصرف، تخبط عليها تكتب لي في ورقه ختمه. المهم خدوني على الاسم بقى واتحكمت عسكريا في 5 دقائق 5 دقائق تقريبا او ربع ساعه عشان اكون هي جلسه واحده بدون محامين، ومنعوا المحامين بتوعي. حكم عسكري جميل يعني. انت مع انه المصريين يدخلوا الى غزه ويعودوا منها بدون اي جوازات سفر؟ لا أنا ترى انه في امن قومي المصري من حقها ان لا الجوازات. لا انا رحت ما خدتش الجواز لان انا مش رايح في المعبر. لا انا مش ضد استخدام الجواز، لكن هستخدمه في النفق ليه؟ على فكره انا كنت ممنوع من السفر ساعتها بسبب خطبي في جامع عمرو وفي الازهر. فحتى لو خدت يعني عشان كده الباسبور كان مش على بالي. وانا مش معتبر غزه الحقيقه انها دوله اجنبيه رايح ازورها، انا معتبر دول جيراننا المتحررين وكده. لا لازم طبعا يبقى في باسبور، يبقى في نظام في الدخول والخروج، وبالعكس ده يساعد على الانهاء من قصه الانفاق لما دخل السلع والبضائع. فانا مع التعامل معاه كمعبر عادي عليه ضوابط امنيه زي الضوابط الموجوده على مطار القاهره وعلى السلوم وعلى كده. يفترض ان نتحدث اليوم عن المعبر رفح ايضا، وامل يكون دائره تلفزيونيه جاهزه في النصف الثاني من البرنامج حول هذا الموضوع. هل دفعت فلوس للدخول الى غزه عن طريق نفق؟ لا والله، قالوا لي وانت راجع، فانا عملت فيهم مقلب. لا هم كان عندهم حس وطني اللي عملوا كده، وبالتالي ما اعرفش كانوا بيتكلموا جد ولا لا. انا ما عرضتش عليهم فلوس وهم قالوا وانت راجع بقى نتفاهم، بس حسيت انها ما كانش جديه، مش محتاجين فلوس ولا حاجه. مين هم؟ ما اعرفهمش طبعا. فلسطينيين؟ لا المصريين اللي هناك بتوجوا ما بتبقاش عارف اللي على الحدود هو مصري ولا فلسطيني، لانها بتبقى رفح المصريه ورفح الفلسطينيه هي اساسا مدينه واحده عمليا، وقبيله واحده وعيله واحده. فكره المصري والفلسطيني هنا مش واضحه، فهو ممكن يكون مصري ممكن يكون فلسطيني. زي ما في الحديث عن موافقين على القدس موحده، لكن يبقى القدس الشرقي عاصمه فلسطين اقصى حاجه يعني الان للمفاوض الفلسطيني.
هل تؤيد توحيد رفح مع حفاظ السيادة في كل جزء منها على الأقل لإنهاء هذا الانقسام؟ لا لا، لكن دي مش مهمة. الأهم هو أن معبر رفح يتفتح بشكل اعتيادي ونظامي ويدخل منه السلع والبضائع. حتى الآن حضرتك اللي بيقرأ، ممكن أقول الحتة دي اتفضل عشان تضيفها في الجزء الثاني. اللي بيعدي 300 يوميا ده المسموح بيه، وده مش موجود في اي معبر في الدنيا. ما فيش مطار ولا معبر بري بيقول لك الحد الاقصى للدخول كذا. فليه النظام المصري بيعتبر ان غزه سجن؟ فانت حضرتك لو دخلت زرت غزه في شهر يونيو اللي فات، انا بقول لك حالات واقعيه، فتيجي تخرج فبتخش في الكوتا بتاعت 300 في اليوم، فتلاقي نفسك زرت قرايبك يوم في يونيو، دلوقتي هتطلع في نوفمبر. انا بقول لك حالات حقيقيه موجوده الان في غزه، مآسي يعني. معنى كده حضرتك ان الفلسطيني في غزه عنده مره يخرج كل 15 سنه. بالمعدل ده لما يخرج كل يوم 300 معناه انه له سفريه واحده كل 15 سنه، فالمريض هيموت. ثانيا اما في معبر الاردن اللي هو موجود بين الاردن واسرائيل، اسرائيل بقى واقفه على الناحيه الثانيه في الضفه الغربيه، بيعدي 19,000 في اليوم. يعني واحنا بنعدي عندنا 300. فانا اناشد المجلس العسكري انه ما يستمرش في هذه السبه بتاعت مبارك، وان ينهي هذا فورا. بالاضافه الاسمنت، احنا لازم نمنع دخول الاسمنت لغزه الا لو اسرائيل وافقت. كل المواد الغير طبيه بتفوت عن طريق العوجه وعن طريق كرم ابو سالم، يعني بموافقه اسرائيل. أستاذ مجدي، شكرا جزيلا لك. سؤال ربما أخير، أنا لا أحب أسئلة لكن لو مريناش بمسألة ترشيحك للرئاسة، أي من الموجودين على الأقل ستقبل أو ستكون سعيد لو هو فاز من الآن الذين الساعين للترشيح للرئاسة وليسوا مرشحين بعد؟ الأقرب ليك ورؤيتك أو لتقديرك للدور اللي ممكن يلعبه. مش قادر اقول بصراحه، والا ما كنتش رشحت نفسي. ما فيهمش ولا واحد؟ ما فيش حد. لو كان في حد انا متحمس، لما اوصل لواحد سأعلن فورا ان انا متنازل ليه. انا بفكر يعني. طيب، لكن حتى الان ما وصلتش. طيب لو جبنا لك مرايه ممكن تشوفه؟ لا لا، انا مش بفكر في نفسي. شكرا جزيلا استاذ. انا سعيد جدا بوجودك معنا في مصر. الله يبارك فيك. شكرا لك. شكرا جزيلا. الى اللقاء. استاذ مجدي احمد حسين. نعود الى